السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. حبايب قلبي كده اللي لأول مرة يشوف القناة، لايك واشتراك في القناة وتفعيل كلمة الكل عشان يوصلكم كل جديد مننا ان شاء الله بإذن الله. ويا رب القناة تعجبكم والقراءة كمان تنطبق عليكم وتعجبكم وان شاء الله خير. وطبعا اللي هيكتب لي في الكومنتات البرج بتاعه او هو اتولد في شهر كام، ان شاء الله باذن الله ننزل له القراءه. طبعا هي هتبقى زي قراءه خاصه دلوقتي لان القناه زي ما انتم شايفين لسه صغيره. طبعا هيكون العدد محدود فيها، هنقدر ان احنا ننملم كده ونبدا ان احنا نعمل قراءات على قد كده. وان شاء الله باذن الله كل 3 ايام هينزل برجك على القناه، فانت فعل كلمه الكل واشترك في القناه عشان يوصلك كل ما فيديو ينزل لك معين ان شاء الله باذن الله. طبعا في علاج روحاني، اللي حابب يتواصل هيكتب لي في التعليقات وفي الكومنتات، ان شاء الله باذن الله هرد عليه وان شاء الله خير. طبعا يا جماعه لا يعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى، دي بشاير تحذير تنبيه مش الاساسي، لان لا يعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى، فاحنا هناخدها تحذير تنبيه كده من الله سبحانه وتعالى. وطبعا هي زي الحلم المنامي كده. تمام، هنفتح بقى الطاقه ونشوف. تمام، طبعا النهارده هنفتح طاقه برج الاسد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. طبعا يا جماعه برج الاسد ينطبق على راجل وست. ست راجل بتسمعني ينطبق عليك، اللي ينطبق عليك هتاخده، واللي مش ينطبق ان شاء الله باذن الله القراءه الثانيه تنطبق عليك. تمام. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله. طبعا دي يا جماعه حاجه روحانيه بنحسها وبنلتمسها، مش شعوذه ولا جان، الحمد لله. ولكن ده حاجات بتتحس حتى من اسمك او اول حرف من اسمك. فالحاجه دي بتوصل، خاصه الناس اللي روحانيه هي اللي بتبقى عارفه الحاجه دي. تمام تمام. بسم الله بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. طبعا انا اسديه، بما ان انا برج الاسد، مش ان هو ان انا هكبر في نفسي ولا لا ما بعرفش افتح طاقه لنفسي عامه. تمام، ولكن هفتح الطاقه واكيد هيعود عليا من الطاقه ديت اي حاجه، اي رساله هستبشرها او اي حاجه هتخصني، يعني اللي هينطبق عليا طبعا انا هاخده زيكم بالظبط. تمام. مبدئيا برج الاسد ما شاء الله عليه هو نجمك عالي، الطبيعي ان انت نجمك عالي لان الاسد ناري وعصبي جدا وحنان جدا وطيب قوي، يعني طيب جدا جدا كمان. في الوقت الحالي انت زعلان، في الوقت الحالي يا اسد انت زعلان واخد على خاطرك والدنيا جايه مقفله معاك، وكل ما تقول الدنيا ادتني وشها بتقوم مديك 3000 ظهرها. يعني كل ما تقول انا بقيت كويس خلاص تمام والدنيا خلاص وظبطت معايا بترجع تاني لورا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بص يا برج الاسد، انا عايزاك تاخد بالك وتاخد بالك كده اليومين الجايين دولت من اي حد. عارف امك ابوك اختك اخوك، خد بالك من اي حد حواليك. ما عدتش تدي الثقه الزايده قوي. في ناس اتوجعوا واتصدموا من اقرب الناس اليهم، من الاخ الاخت الاب والام. ناس من برج الاسد اتصدموا في اعز ما ليهم، ما كانوش متوقعين اصلا ان اللي يتصدموا في حد من الاهل، يعني من الاهل نفسهم. تمام، اتطعنوا من الاهل. هنا برج الاسد ممكن يكون معاه مشاكل، ولكن في يعني في عنده امور بتتزاح عنه، ولكن برضو بيجي امر تاني يخلف عليه. يعني انا فكيت او وخدي برضو كست بتسمعيني تقولي خلاص انا هاخد الحاجه ديت، انا خلاص فكرت ان انا هاخد الموضوع ده، وترجعي تراجعي فيه وتقولي خلاص. انتوا عامه مسامحين، يعني انتوا بتحبوا تسامحوا، يعني مش من الناس اللي ما بتكره، لا انتوا بالعكس، انتوا ممكن تزعقوا وتاخدوا على خاطركم، ولكن بتاخدوا بسرعه، بتتصافوا او بتضحكوا وبتبتسموا بتعدوها على قد ما بتقدروا بتعدوها. ولكن هي في امور عندكم سبحان الله يعني تلاقيها جايه كده لوحدها. طيب راجل برج الاسد هنا بيحب جدا. تمام، راجل برج الاسد بيحب جدا وبيحب واحده تانية، يعني يمكن غير زوجته، يمكن او هو متجوز 2 او هو يعرف 2. فالمهم ان برج الاسد هنا منكم من الرجاله بتحب جدا جدا، ومن الستات يعني اقدر اقول ان الستات مش قوي في الحب، لان الستات حاليا في الوقت ده يمكن قلبها اتوجع من فتره، يمكن قلبها اتوجع، اتصدمت برضو، خدت طعنات في القلب من الحبيب،
واتغدرت، فقالت الله يلا ايه اما بدلها بقى، انا شبعت حب فانا اعيش كده. فاصلا من برج الاسد ما حبش اصلا يعرف الحب خالص، ما يعرفش سكه الحب ده فين اصلا. في هنا امرأة برج الاسد، امرأة برج الاسد تعرف اكتر من شخص، تعرف اكتر من شخص او لها علاقة بكذا شخص. العلاقة ديت فيهم حد يعني نقدر نقول مش مظبوط خالص، يعني حد بصوا بكل المقاييس بكل الامور بكل الاختلافات مش مظبوط بالمرة بالمرة. في هنا اشخاص هي محترمة بناتهم، يعني امرأة برج الاسد محتارة بين اشخاص، بتقول طب اخد ده، طب اخد دوت، طب اخد ده، طب ده الافضل، طب ده الاحسن، طب اخد اللي بحبه، طب اخد اللي ده. في الاول في الاخر هي محتاره ومش عارفه تختار اي اختيارات، لان هي قدامها كذا حد. في هنا من امرأة برج الاسد عايشه حزينه، يعني عايشه كده، فبتقول خلاص انا استكفيت كده، وعايشه مع نفسها بتقول انا خلاص انا كده خلاص، اتغدر من اهلي، من اصحابي، من اصدقائي، من اللي بحبه، غدر بيا. المهم ان امرأة ست الاسد هنا موجوع قلبها جدا جدا جدا. في هنا امور قضايا وصايا ميراث، مشاكل عائليه بين الميراث، مشاكل بين اهل الزوج، ممكن يكونوا انتم منفصلين وبالفعل معاكم مشاكل في المحاكم. بمعنى انا مثلا مطلقه وبشتكي جوزي او كده، او في نفقات او في حاجات، فانتوا في هنا امور متعلقه بالمحاكم، في امور متعلقه بالمحاكم هنا يا جماعه، يعني عندكم محاكم مفتوحة، يعني تودي تجيبي كده كده، المهم ان في شغل محاكم هنا، في امور تخص محاكم. تمام. في هنا ناس متفرقة، يعني بصوا يعني كل واحد في مكانه، كل واحد في مكانته، في مكانه، دي مكانه ودي كده يعني. تمام. طيب امرأة برج الاسد هنا فيكم في البعض منكم، البعض منكم آه، خلي بالك عشان انت في حواليك كلام كتير، يعني امرأة برج الاسد كست وراها كلام كتير، وفي ناس بتغير منها كتير عامة، يعني بصوا في ناس بتغير من برج الاسد عامة كده، لله في لله كده، لان معروف ان برج الاسد دمه خفيف، ستايله كويس، بيحب الاهتمام، بيحب يلبس، بيحب الهزار، يعني دمه خفيف، فاللي حواليه بينتبه له اكتر، فبالتالي ان هو بيكون يعني هو عنده جاذبيه عامه. برج الاسد فيه جاذبيه حتى في الراجل يا جماعه، تحس ان الراجل في البعض منكم برضو تحس ان الرجاله كده دمها خفيف وفكاهيه، ولو اتعرفت على برج الاسد تلاقيه رومانسي كده، وراجل حبوب كده وظريف كده ودمه خفيف، فاهمين انتوا يعني حته الدم الخفيف او الظرافه. مش عشان انا برج الاسد اقسم بالله والله العظيم اقسم بالله فاتحه الطاقه زي اي برج بفتحه، ولكن انا دايما بقول الطاقه انا ابراج يا جماعه، افتح اي طاقه ان شاء الله هتكون بالايجابي والسلبي، حتى لو حد ظالم حد هقول انت ظالم، لو مظلوم هقول انت مظلوم. تمام. بصي امراه برج الاسد يمكن الكلام عليها، بصوا يعني نقدر نقول لا مبالاه، يعني هي مش شاغله بالها عادي، يعني بصوا قولوا اللي ما في الخمر يا ليل، انا واحده واثقه من نفسي او واقفه على الارض صلبه. في هنا امرأة من برج الأسد طموحة جدا جدا، يعني بصي بتقول لنا لنتم والزمن طويل، يعني بتقول خلاص خلاص أنا فاض بيا. وبرج الأسد تمام يمكن خد موقف من الأهل أو من الأخ أو من الأخت أو من الأب أو من الأم، يعني حد يخص العيلة من لحمك ومن دمك، قلت خلاص أنا مش باقي على حد. في هنا أخ من برج الأسد بيخونك يا برج الأسد، في راجل يعني برج الأسد ليك أخ بيخون خاين، نقدر نقول ان هو حد خاين، وكمان ان هو اخويا، فسبحان الله مش عارفه الطاقه طلعت لي كده يا جماعه، مش عارفه تنطبق على الراجل يا جماعه. طيب فينا ناس كبيره من برج الاسد، الستات ديت يعني يا رب يشفيهم ويعافيهم، هم تعبانين في فراش، يعني
مرضانين، يعني بياخدوا علاج وتعبانين، ممكن يكونوا اصلا اصحاب نوم، يعني نايمين اصلا مش بيقدروا يقوموا، مش بيقدروا، يعني هم مرضانين، يعني الله يشفيهم ويعافيهم يا رب. هنا برج الاسد لما بيحب يوصل لحاجه بيوصل لها، بيجيبها يعني بيجيبها. طب امرأة برج الاسد هنا، عندك هنا ما شاء الله ناس كتير جدا في حياتك، ممكن يكون انت ما تعرفهمش ولكن هم مهتمين بكي كشخصك، مهتمين بكي بشكلك، باسلوبك، بكلامك، باي كانت. هو المهم ان في عندك هنا اعجاب كتير 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 على فكرة، وهيظهر عليكي اعجاب كتير، هيظهر ناس هتكلمك في اعجاب. طيب، طب لو قلت لكم ان هنا امرأة برج الاسد منكم تلات ارباع الناس من برج الاسد اللي بتسمعني يا منفصلين يا مطلقين، ومع ذلك رافضين المبدأ الجواز، يعني عندهم مبدأ رفض الجواز، يعني بمعنى واحدة مرتبطة او في من المخطوبين عندهم زي صدمة في الحبيب، ما عادش عندهم ثقة في الحب خالص، موجوعين من كل الناس في الحب او في الحياة العادية ايا كانت، خلاص حتى في الزوج. امرأة برج الأسد طموحة، يعني معروف ان هي طموحة، بتحب تكون مستقبل، ما يعني بتحب كده تبقى معتكفة عن الجميع، ولكن بتكون ذو شخصية مختلفة، يعني تقول انا شخصيتي ما كده. طيب تمام، حذري امرأة برج الأسد، تحاذر عشان في ممكن هتقع في كلام أو في حوار، الكلام ده هيخص عيلة، يعني الكلام ده هيخص في عيلة. امرأة برج الأسد تحذر وتاخد بالها من الكلام ده. امرأة برج الأسد يا جماعة تحذر، في حاجة جاية لامرأة برج الأسد، الحاجة دي هتمضي عليها، هتمضي ان هي خدت شيء من شيء، يعني يعني بمعنى انا مثلا مستنظره فلوس او مستنظره ميراث او مستنظره ايا كانت، انا همضي وهستلم حاجه. امرأة برج الاسد هتمضي وهتستلم حاجه الايام ديت يا جماعه، في حاجه هتيجي خلال الايام ديت ان شاء الله باذن الله، يمكن قبل السنه الجديده هيجي حاجات لامرأة برج الاسد، بس الحاجه دي هتخص فلوس او ماضي، الماضي هي هتمضي، يعني في حاجه هي هتستلمها وهتمضي عليها، قبل ما هتاخد الحاجه دي هتمضي عليها. تمام. فعندك هنا اختيارات يا امرأة برج الاسد، يا تعملي دي يا دي يا دي يا دي، اختيارات، عندك اختيارين اتنين. ومن الراجل بقى، في راجل هنا ما شاء الله زي اللي عمال يلف حوالين نفسه، مش مرتاح، لا مرتاح في بيته ولا بره بيته ولا داخل، مش مرتاح خالص، حتى في الحب مش مرتاح بالمرة. في حد هنا صبر على برج الاسد وبيقول انا هصبر لحد ما اشوف ايه اخرتها معاها او معاه، يعني في حد صبر عليك وبيقول لك اشوف اخرتها معاه ايه، انا معاه للاخر. طيب، هنا من الناس من ابراج برج الاسد شغالين، ولكن بيجي لهم فلوس ما شاء الله يعني حلوه، ولكن يعني عايزاك يا برج الاسد تاخد بالك حذرك، في رجاله ما شاء الله من برج الاسد يعني حابه علاقتهم مش تمام، يعني حاولوا تلملموا الدور، حاولوا كده تلموا الدور، لموا الدور يا برج الاسد الفتره ديت. في من برج الاسد يمكن كان بيتمنى حاجه وخلاص، يعني على وشك خلاص الامنيه بتاعته خلاص، هي بتقول له في حد بيقول لك استبشر خير، خلاص انت كده وفيت بالعهد، او خلاص انت ذاكرت ورجعت وكله تمام. في حد ممكن بصوا بقاله سنين بيفكر في شيء، والحمد لله بقول لك خلاص انت خلاص وفيت، يعني انت خلاص انت وصلت خلاص. على فكره ما باقي الا حاجات قليله جدا على الحاجه دي. في منكم يا برج الاسد تعبان وراح لشيوخ، في شيوخ قالوا لك ده حد عامل سحر، وفي حد قال لك ده انت معمول لك، وفي حد قال لك ده انت مأذي من تحت الارض، وانت ما انتش عارف الحقيقه فين. بس على فكره في البعض منكم ولا اي شيء، لان الحسد ساعات بيسيطر اكتر من السحر مليون الف مره، يعني ممكن الانسان يكون محسود ولكن حسده شديد او بقاله سنين، ولكن اتمكن منه جدا ومن جسمه، فبالتالي تعبانه او تعبان، فبالتالي ما تفكروش، يعني ممكن يكون احنا بنتاذى من قريننا، اي قرين ممكن يأذيك او ممكن يبقى معاك او عليك، فاحذروا من الحاجه دي كمان عشان كل بني ادم معاه قرين.
في عندكم هنا امر انتهى، يعني في حاجه عندكم امر انتهى، في حد هنا مش في دماغكم اصلا، مش موجود، يعني موجود ومش موجود. ممكن يكون يا الزوجه يا الزوج يا الحبيب يا الحبيبه، يا اما انتوا بصوا خلاص انتوا رميتوا حاجات كده ورا ظهركم بتقولوا يلا. بس في شيء انتوا ندمانين عليه هنا، في شيء، في ندم جامد. يا ندمان على زوجة خسرتها، يا ندمان على عشرة عشرتها مع حد مثلا وغدر بيك. المهم ان انت في حتة من الندم. شوف انت ندمان على ايه او ندمان على ايه وهتقولي. هو عامة برج الأسد مش هنقول أكبر برج مظلوم، ولكن هو مظلوم بالفعل من ناس كتير، لأنه هو بطبطه إن هو طيب وتلقائي ما بيحبش يخون حد، فبالتالي إن بيلاقي إيه، في ثانية كده الخيانة جات له، ما بيكونش واخد حذره من الخيانة. في ناس بتبقى مقدرة او واخد باله من كتر ما انا عماله ادقق أو في حاجات دقيقه، ولكن الخيانه جات ونزلت والحمد لله، والضربه جات لي والحمد لله، سلمت واستسلمت يعني. طيب برج الاسد بيقول حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. وعلى فكره في ناس اتاذت يا برج الاسد من دعوتك دي، في ناس اتاذت من الدعوه دي، وطبعا يعني فوضوا امركم الى الله. بصوا مودكم شويه حلو وشويه وحش، مودكم شويه مبسوطه وشويه زعلانه. يمكن في البعض منكم انه تعبان، بيعاني من تعب مثلا برضو في البطن، بالمعده، بالقولون. في برضو عندكم ايه حتة العظم دي، في ناس تعبانة بالعظم يا جماعة، يعني ركبها بتوجعها، العظم عندهم بيوجع، الأطراف عندهم بتنمل، وجع في العظم نفسه، زي خضة كده في العظم أو رجفة كده بتجيلكم مرة واحدة وانتوا قاعدين، وجع مثلا تحس ان في حاجة زي ما يكون كهربتكم كده ذبذبة. الحاجات ديت لو بتحصل معاكم فانتوا هتكتبوا له برضو في الكومنتات، وحصنوا نفسكم يا برج الأسد. قولوا الأذكار صباحا ومساء ومية وملح كده، وجددوا الطاقة بتاعتكم بالملح. الاستغفار بيغير الأقدار، يعني صلى على النبي كتير، استغفر ربنا كتير، وكل أمرك لربنا سبحانه وتعالى. ده كلها أشياء بتطيب بالخاطر وبتريح القلب. وأي أمر عندك فوض ربنا فيه. أنت لما بتكون موكل محامي ويجيب لك حقك فبتكون مبسوط جدا، فوكل ربنا في الشيء وإن شاء الله بإذن الله ربنا هيجيب لك حقك مهما كانت، مهما كانت. برج الاسد هنا ما شاء الله قاعد بصوا واخد وضعه، بجد بجد واخد وضعه. بيقول بقى انا بصوا قاعد كده وقاتل يا مقتول، انا قاعد بقى واخد بالي من اي حاجه، وان شاء الله باذن الله هيجيلي كده. انا خلاص انا ما عدتش هبقى على حد، انا ما فيش الا انا، نفسي ثم نفسي ثم نفسي، ما فيش اي حاجه خالص تهمني. تمام. فعندكم بس يعني حته من ان انا ايه، يعني خد خطوه او هاخد خطوه وبعد كده هرجع ايه، امهد الدور. يعني انت محتاج منك امر ياخد خطوه، بس خطوه فخدها وابدا ايه، مهل بقى، مهد الموضوع. لو في عندك امر مستعصي مهده، ولا بيقولوها ايه، يعني خدوا واحده واحده كده ماشي، اسحبوا واحده واحده، وهتبص تلاقي الامور بتفتح معاك. عامة انت كتاب مفتوح، انت كتاب مفتوح لأي حد، كل اللي حواليك بيفهمك بسرعة وبياخد منك اللي هو عايزه. ولكن خد بالك ان احنا كبرج اهبل شوية، بجد اهبل شوية، 2 3 ممكن اللي قدامك يستدرجك وياخد منك كلام ونقاط، ولكن ما يدكش اللي هو عايزه. فدايما خد بالك وخدي بالك، خدي بالك يا امرأة برج الاسد، وخد بالك يا امرأة برج الاسد. راجل برج الاسد هنا ما شاء الله بيحب، يعني حب جامد جدا جدا، حب عشق يعني، ويعني اقول ايه، عنده حته الاحساس، عنده احساسه عالي يعني. على فكره في منكم روحانيات، يعني في منكم في برج الاسد ده روحانياته عاليه، يعني ما بيحس بالحاجه بيلاقيها. طيب نقدر نقول ان امرأة برج الاسد ما شاء الله داخله على امتدادة حلوه، طاقه حلوه، طاقة فرج، طاقة أمل، وفي عندها أشياء هتسعدها جدا، هتحس إن هي هتلاقي نفسها في الشيء ده. يا رب أكون أنا من القراءة ديت يا رب العالمين، بجد القراءة ديت لو أنا أخدت بس طاقة منها أنا راضية بجد، والله العظيم بجد. في حاجة جاية لبرج الأسد بعد تعب، بعد مرار كده، بعد ما أنا يعني تعبت وخلاص، جريت وما صدقت لقيت في مكان في ظل وفي طراوة وفي هوا وفي مية وارتحت كده واستجميت كده، في عندي حته انسجام. فاهمين انتوا الحته دي ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله باذن الله
في البعض منكم، ويا رب اكون انا منهم، هيرتاح بعد تعب كتير. طيب بص يا برج الاسد، حاول تنظف اللي حواليك دول، حاول تنظف بقى الناس البلاوي الزرقاء اللي جنبك دي، حاول تنظف، ارمي كل حاجه، ما تحاولش تروح عند الناس اللي بيدوك طاقه سلبيه، واللي بياخدوا منك مش بيدوك، واللي بيستنهزوك، واللي بيحبوك عشان مصلحتهم، واللي عايزك عشان مصلحته، واللي عايزاك عشان مصلحتك. ابعدي، ارمي الطاقه دي، ارمي الطاقه دي، الطاقه اللي مسببه لكم سلبيه ارمي. اذا كنت راجل او ست بتسمعيني، اي حد يسبب لكم طاقه سلبيه في حياتكم ارموه بره حياتكم، صدقوني ده هيفرق معاكم جدا جدا. تمام تمام. بصوا يا جماعه، في ناس هنا بتسمعني اصلا يمكن تعبانه جدا، يعني بتعاني من تعب شديد، يعني حاجه زي سحر والعياذ بالله، حسد شديد، ويمكن الظهر او العظم او الجسم كله والشعر بيقع، سنانهم عندهم تعب في السنان، في ناس عندها اسنانها بتوجعها جدا، بتعاني من تعب في الاسنان، والصداع دايما مستمر، في البعض منكم الصداع عنده مستمر. في ناس هنا بتروح للدكاتره كتير اليومين دول، يعني كل شويه تكشفوا، حتى لو مش لكم لاولادكم، يعني ما شاء الله الكشف مفتوح عندكم من اول الشهر اللي فات، ما شاء الله من اول الشهر اللي فات وانتوا شغالين كشف كشف كشف. طب بص يا برج الاسد، اللي ناوي يشتري عربيه جديده اليومين دولت وبيفكر في شراء عربيه، اصبر شويه اصبر شويه. هو في مشكله على عربيه اصلا، في حوار في عربيه، في هنا حوار على عربيه، يا انت عايز تشتري عربيه، يا تغير عربيه، يا تجدد عربيه. تمام، استنى الامر ده، اصبر شويه. هو عامه كده كده انت في قدامك اختيارين، يا تختار ديت يا ديت، حاجه من الاثنين. ان شاء الله باذن الله تصبر، القراءه هتنزل كمان 3 ايام، لو في بشاره ليك هتسمعها ان شاء الله باذن الله، اذا كنت راجل او ست بتسمعيني. يعني في موضوع عربية، ولكن الموضوع ده مشكلة على عربية، يا شراء يا بيع يا تغيير يا تبديل، او في فرق هنا، ممكن ندفع، ممكن انت تدفع فرق، ممكن حد يديك فرق فيه، المهم ان هي في مشكلة في عربية، يعني تخص عربية. في هنا ناس بتبني يعني، او بتفكر ان هي تبني، او بيوضبوا حاجات في بيوتهم، يعني بتوضب، بتنقل، بتأسس كده حاجات، المهم ان في حاجات انتوا بتجددوها يعني. ما شاء الله في من الستات برج الاسد بدات تخس وتاخد بالها من نفسها، تعمل دايت، تاخد بالها من نفسها، من رشاقتها، الكلام ده كله بدات تحسن من نفسها. وفي ناس بدات تعتمد على نفسها، يعني تعيش، تشتغل، تروح كليتها، تيجي بقى خلاص، بص يعني انا هرمي الماضي ورا ظهري وهبدا حياه جديده كاني اتولدت من النهارده. وده احسن حاجه عملتوها على فكره، ايا كانت راجل او ست. دايما ما تبصوش للماضي يا جماعه، بصوا للحاضر، لو بصينا للماضي بتاعنا هنتعب. طيب، بنت بنوته من برج الاسد، خليكي اركزي شويه، خليكي ركزي شويه. تمام، ولو انت ست ومتجوزه او لسه مش متجوزه وكبيره حتى في الثلاثينات، فاصبري شويه، اركزي شويه، خليكي عاقله، خليكي عاقله. في امور عندك بتتقولك يعني ايه، اهدي شويه، ايه الهبل بتاعك ده، ما تزعلوش مني، الطاقه ديت متفتحه كده، فحبيت ان انا اقول لكم، انا مش هخبي حاجه على الطاقه، عشان الطاقه تفتح معايا في اللي ما بعدها، لو خبيتي يبقى الطاقه مش هتفتح معايا. طيب، من هنا بقى اقدر اقولك، من هنا اقدر اقولك حذري من شخص هنا واقفلك بالمرصاد، يعني لو جيتي زي ما بيقولوا فلت من تحت ايده، والله ما هيسيبك يعني على ارض عايشه. تمام، في شخص هنا بيقول لاني لانتي، فهو بص، شفت الحاجه اللي ماسكه حاجه متمسك بها جدا جدا جدا، ولو راحت من روحه هتروح قصادك روحه، قصادك انت روحك انت قصدا، عفوا. فخدي وحذرك يا امراض برج الاسد، اهدي واركزي وركزي، انت عاقله وبتفهمي الامور ببساطه، بالعقل، ما بتاخديش موقف الا لما بتركزي وتفهمي بتبقى عاقله يعني. ففكري وركزي في الامر ده، ان شاء الله باذن الله الامر ده هتعدي منه، ولكن مش بالسهل كده، في امر انت هتعدي منه، ولكن هيبقى فيه وجيعه شويه، في حاجه هتوجعك شويه، ربنا يستر، ربنا يستر. الطاقه قلبت ليه؟ ما كنتش قفلت الفيديو قبل ما الطاقه دي توصل. طيب ماشي، في هنا حد هيتصل عليكم بتليفون او هيبعت لكم رساله، الرساله ديت هتقرايها وهتبصي وهتبقي ممله منها، وهتبصيها وهتتجاهليها. الرساله دي في رسائل يمكن جات لكم وتجاهلتوها يعني، ولكن في رسائل تانية هتجيلكم وهتتجاهلوها، هتبصوا بقرف كده، مش وقتها اصلا ومش ميعادها ومش فارقه معايا.
يعني الرساله دي يمكن لو كانت جت من بدري كانت تفرق، لكن حاليا مش فارقه معايا خالص. طيب بصي يا برج الاسد، لحد ما انت عندك الامور تمام، يعني مش مشاكل انك داخل على مشاكل، لا انت في مشاكل بس بتبدا تخرج. انت في مشاكل ولكن المشاكل بتبدا تخرج من حياتك. حاول بقى تركز، حاولي تركزي، حاولي تفكري في شغلك، حاولي تفكري في حياتك العمليه، حياتك الزوجيه، ايا كانت حياتك اللي بتعمليها حاولي تركزي فيها، عشان هو في خير جاي، ولكن يعني بأمر من رب. الصبر، الصبر، التأني. خدي نفس، خد نفس، خد نفس، خدي نفس. حاولوا ان انتوا تدخلوا نفسكم طاقة ايجابية في حياتكم. خدوا نفس، استجموا نفسكم، هدوا اعصابكم. حاولوا تخلوا حياتكم انتوا تدوا لنفسكم الطاقة الحلوة. جددوا الطاقة يا جماعة. خدي نفس من الانف واكتموا وطلعوا من الفم. الموضوع ده لو عملته بس مرتين اتنين في اليوم هيغير نفسيتك جدا، هيديك طاقة ايجابية لوحدها كده. فحاول تغير طاقتك، حاول تصلي على النبي كتير وتستغفر ربنا كتير وتصلي على النبي وتصلي كده وتقرب من ربنا اذا كنت راجل ولا ست. طبعا في البعض منكم ما شاء الله عليكم زي ما قلت لكم انتوا روحانيين، واللي بتحسوه بتلقوه ان شاء الله، يعني بتلاقوه قدامكم. وزي ما بيقولوا القلب دليله، قلبكم دليلكم. واتمنى يكون القراءة عجبتكم، واتمنى لكم ان شاء الله باذن الله ايام جميلة وسنة سعيدة عليكم يا رب العالمين. واشوفكم بقى على فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.